احبتي في الله، عاملين يا رب تكونوا بخير. النهارده معايا احلى واسهل طريقه لعمل الكريب من غير بيض، من غير لبن، من غير اي حاجه، اقتصاديه جدا. اول حاجه معانا كده دي طبعا يكون منخول حلو قوي. كل الحاجات دي موجوده عندنا في اي بيت. دلوقتي بقى انا حطيت كوبايتين الميه، ميه عاديه فتره من الحنفيه، مش دافيه ولا حاجه، وانزل عليهم بمعلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من السكر، ومعلقه كبيره من الزيت، اي نوع زيت، بس طبعا يفضل يبقى نوع حلو عشان ما يديكيش طعم مزرنخ كده شويه وانت بتاكلي الكريب. بالذات المعجنات بيبان فيها طعم الزيت قوي لو نوعه مش حلو. يا دوبك هنريحها كده بس بالظبط عشان تفرد معانا وما تبقاش فيها كلاكيع. دلوقتي هنبتدي بقى في صينيه حلوه او حاجه تكون غير قابله للالتصاق، يعني حاجه تيفال كده، نحط فيها نقطه زيت بس، يعني مسحه كده، ونبتدي ننزل عليها بكبشه. ده طبعا لو ما عندكش صينيه الكريب زي حالتي كده، بنستعمل اي حاجه عندنا مفيش مشكله خالص. شاورما ممكن بقى تحطي اي حشو عندك، جبن او خضار، فلفل على طماطم على بصل، تحطي جبن رومي على جبنة مثلا شيدر وتسيحيها كده، تبقى حلوة جدا برضو. ما تقولش لا، الجوع ما بيقولش لا على اي حاجة، ولا الشتا بيقول حاجة عليها لا يعني. ادي تاني واحد اهو، بص الحجم بقى ما شاء الله. دلوقتي بقى نديتها بس زي صدمة كده على النار او تشويحة بس تغير اللون. النهارده ما تنسوش الاشتراك في القناة وتعملوا شير للفيديو لو عجبكم، ولايكات كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.